السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. مع هذه الأيام الحارة من الصيف يفضل لو كل أسبوع مرتين تعمل مختص للحمام. مثل ما انتم شايفين هاي الحمام مستمتع في المختص، ويفضل إخواني يكون في وضح النهار وليس في وقت متأخر حتى يتسنى للحمام تنشيف الجسم قبل دخول موعد الليل والبرودة، حيث أن بالنهار تكون الجو حار بالليل فيه برودة حتى ما تمرض الطيور. أفضل وقت وضع المغاطس اللي هو من قبل العصر. مثل ما انتم شايفين ما شاء الله مستمتعات. هاي الكل باخذ دوره وبطلع. شوف ما شاء الله بترطب على جسمها وبتبرد على جسمها، والأهم بتساعد في عملية فقس البيض. هاي الرطوبة اللي بتكون على الجسم لما الطيور ترجع تقعد على البيض، هاي بتعطي رطوبة لقشرة البيض السميكة، فبتساعد في عملية فقس البيض وعدم اختناق الفرخ في الداخل. فهناك نسبة كبيرة انه الفراخ بتموت لأنه القشرة بتكون صلبة، خاصة آخر أيام عند الفقس، فهذه بتساعد. يعني على مستوى سبحان الله حتى في الفقاسات اللي بيضع فيها بيض الدجاج وغيره بيرفع الرطوبة آخر 3 أيام حتى موعد يعني الفقس، هذا بيساعدهم ان الصيصان تخرج من البيض. وهون نفس الشيء سبحان الله الطيور تبرد على جسمها وبتساعد في فقس البيض. وطبعا اخواني ما بيأثر على البيض، اللي بيقول انه الماء هذا بيأثر على البيض ما بيأثر، لانه اصلا هي درجة حرارتها 37، والماء يعني راح يكون اخذ الحرارة اللي على الجسم وبتروح ترقد على البيض، فوضع طبيعي يكون نفس درجة الحرارة، يعني مش راح يكون بارد ويخرب البيض. ما شاء الله اللي استحم هيا برفع جنحانه وبتشم ما شاء الله عنه وبتهوى. يعني باختصار حلقة اليوم، لن نطيل عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مقطع آخر.